ما كنتوا تصدقون أن الخمور يدخلها أمراء آل سعود إلى مملكة التوحيد في صناديق مكتوب عليها لا يمسه إلا المطهرون. هذا قبل ما فهد يغطي سوءة آل سعود بمجمع طباعة المصحف الكريم. وما كنتوا تصدقون أن الأمراء يروجون للمخدرات، حتى أن بعضهم فطس لأنه أدمن عليها، وبعضهم ما زال يلحقونه الانتربول الدولي لأنهم يتاجرون بالمخدرات. ويوم جتكم أخبار عيال نايف في منتجع الدرة والفساد والطوام اللي فيها، سويتوا حالكم ما تشوفون ولا تسمعون، وقلتوا هذا ما يطلع من أسد السنة. ويوم راح خادم الحرمين سلمانكو لشاطئ العراه بفرنسا ما سمعنا لكم حس، وبعضكم يقول الله يعطيه العافية، تعب من الحرب وراح يتريح. تدرون إن القمة الفاسدة ما يطيب خاطرها إلا تفسدكم معها، حتى ما تقدرون تحتجون وتغضبون عليها لأنكم صرتوا مثلها في الانحراف. ذا الحين صار عندكم في بلاد الحرمين في مملكة الإسلام وتطبيق الشريعة ومذهب السلف الصالح، صار عندكم شواطئ عراه تبرع بها أمراء محبين الخادم الحرمين والعائلة المالكة، حتى ما يتعنون لديار المشركين برا، مثل ما كان خادم الحرمين الشريفين السابق فهد وصار يلعب القمار داخل المهلكة، بدل ما يروح المونte كارلو اللي خسر فيها في ليلة واحدة 84 مليون دولار بس، وطلع وهو يضحك بعد ما وزع فلوسكم على الفقراء. الفيديو اللي راح تشوفونه نستحي نعرضه كامل بدون تغطية، وترى هذا مصور جنوب جدة، يعني يبعد عن الحرم المكي عشرات الكيلومترات بس، ولو زاد إيمان آل سعود راح يقربون المسافة عشان يخلصون شغلهم من الشاطئ ويروحون يعبدون الله ويغسلون الكعبة، وبعدين تجون أنتم وتقولون الله يطول عمر خادم الحرمين. تصدقون يا الربع إن ما في واحد من رجال هيئة المنكر ولا هيئة كبار العملاء قال كلمة، لكن أبشركم الدنيا فيها خير، وحنا عندنا رجال في السعودية بس لابسين لباس حريم ما سكتوا على منكرات آل سعود وحاشيتهم. وأنا غانم الدوسري بعد ما شفت غيرتها الطيبة ما عندي مانع يعينونها مفتي عام للمملكة بدال ابن الشيخ هذا، أو على الأقل رئيسة للهيئات، لأن غيرتها على بلاد التوحيد وعلى الدين أكثر من هذول السلاتيح. نشر الفساد في البر والبحر هو تحديدا اللي هو كان عام ورجع مرة ثانية قفل خاص، لكن انفتح آخر مرة وصار عام. المنظر بصراحة خلاني أستغرب أعيد الفيديو كم مرة. هل إحنا موجودين هنا في بلاد الحرمين في جدة؟ أنا حسيت كأني موجودة في مكان تاني، وكذا أحد يشوف الفيديو يقول لي مستحيل ترى هذا. أكثر شيء صراحة ضايقني في الموضوع إنه هو صار المعصية موجودة وما حد معصوم من الخطأ وما حد كامل، لكن اللي يضايق إنه صار في مجاهرة بالمعصية كأننا في شاطئ برا، ما احنا هنا موجودين في بلاد الحرمين. الله يستر علينا والله يستر على كل المسلمين. صارت مداهمة من الهيئة، ماني عارفة صراحة ايش اللي حصل، شرط صاحب البيتش، هل في بنات وشباب اتمسكوا، هذه التفاصيل كلها ما احنا عارفين. لحظة شباب، بارك الله فيكم، إذا عجبتكم الحلقة، إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وأطقع ما تشوفونها لسعود، لا أبوهم لا أبو من جابهم، وحفظكم الله ورعاكم. وأنا صفت الشماغ عشان نستخدم الأسبوع الجاي. بارك الله فيكم يا شباب، نراكم على خير.